ممكن الست تكون أهم شخص في حياة جوزها وبرضه تحس إنها مش مهمة عنده. غريبة دي مش كده؟ لأنها ممكن تكون الشخص اللي هو محتاجه في كل حاجة، لكن مش الشخص اللي هو واخد باله من مشاعره. تعال أحكي لكم حكاية. كل يوم كانت بتصحى قبل جوزها، تجهز الأولاد، تتابع البيت، تخلص طلباته وتفتكر كل حاجة تخصه، ولو هو احتاج حاجة بينادي عليها. وفي يوم، بعد يوم طويل جدا، دخلت أوضتها وقعدت لوحدها. جوزها نده عليها: حبيبتي، عملتي ايه في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ ردت عليه: خلصته. وسكتت. كان نفسها يسمعها جملة واحدة: انتي كويسة؟ شكلك تعبان. لكن ما سألش. وفي اللحظة دي سألت نفسها: هو أنا بالنسبة له ايه؟ زوجته اللي بيحبها ولا الشخص اللي كل حاجة بتتعمل من خلاله؟ وهنا بتبتدي الحكاية الحقيقية. هي مش عايزة منه حاجة مستحيلة، مش عايزة يسيب شغله ولا يبقى معاها طول اليوم ولا يحقق لها كل طلباتها. هي بس نفسها تحس إن جوزها شايفها هي، مش بس شايف الأكل والبيت والأولاد والحاجات اللي خلصتها. عايزة مرة يسألها: انت عاملة ايه؟ مش البيت عامل ايه. عايزة يسمعها، أو عايزة يسمعها من غير ما يحاول يصلح كل حاجة. ساعات هي مش محتاجة حل، هي محتاجة بس حضن. هنا بقى المشكلة. الست ساعات بتخاف تقول ده، تخاف جوزها يفهمها غلط، يقول: هو أنا مقصر معاكي في ايه؟ انت عايزة ايه تاني؟ مش أنا موفر لك كل حاجة؟ فتسكت وتقول: خلاص أنا كويسة، مع إنها مش كويسة. ومع تكرار السكوت ممكن يحصل شيء أخطر: هي تبطل تطلب وهو يفتكر إنها مش محتاجة. وهنا لازم نقول بقى الحقيقة: مش كل زوج مش بيسأل بيبقى مش بيحب. أحيانا هو ببساطة مش فاهم إن الاهتمام بالنسبة لها مش معناه توفير احتياجات البيت. هو ممكن يكون شايف إنه بيحبها لأنه بيشتغل وبيصرف وبيحل مشاكل، وهي ممكن تكون محتاجة نوع تاني خالص من الحب: كلمة، سؤال، حضن، اهتمام. طيب نحلها ازاي دي؟ بدل ما تقوليله انت عمرك ما بتهتم بيا، قوليله انا محتاجة منك شوية اهتمام، مش بس بالحاجات اللي بعملها. قوليله لما تسألني انا عاملة ايه وتحس اني تعبانة، ده بيفرق معايا جدا. لاننا ساعات بنطلب الحب بطريقة تخلي الطرف التاني يدافع عن نفسه بدل ما يفهمنا. يمكن جوزك بيحبك فعلا، لكن مش عارف انتي محتاجة ايه. وانتي كمان يمكن تحبيه جدا